السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معايا في فيديو. النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة البشاميل الكريمي. بس قبل ما نبدأ الفيديو حبايب قلبي ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا يا حبايب قلبي كل الستات المصرية الجميلة بتاعتنا بيعرفوا يعملوا الصواني، المكرونة البشاميل، الرقاق، الطواجن، المحاشي. اللهم بارك، ستاتنا المصريين كلهم بيعملوا احلى الصواني، كلهم ما شاء الله عليهم. النهارده حبايب قلبي هنعمل المكرونه البشاميل كريمي شويه بصوص سايل شويه عشان خاطر تطلع معانا كريمي خالص كده بالطريقه ديت. تابعوني حبايب قلبي في تكاتنا وتفاصيلنا في المكرونه البشاميل الكريمي بتاعتنا ديت. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك اهي. احنا بنحب ناكلها وهي سخنه، بنحبهاش خالص وهي بارده. بس تقدري تسيبيها خالص، لما تيجي تقطعيها تقدري تسيبيها تبرد معاكي وتبقى قطعه. بس احنا عشان بنحبها ليها صوص كده طري، بنحب ناكلها سخنة اول ما بتنزل. بصي يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده الصوص كريمي خالص وخفيف ومش تقيل معاكي، ولا في ريحة اي زفارة، ولا في ريحة زفارة ولا اي حاجة. جميل جدا. هتعملي احلى صينية مكرونة بشاميل طرية، والمكرونة مفلفلة معاكي من جوه اهيت، واللحمة اللهم بارك فيها مظبوطة، لا هي كتيرة قوي ولا هي قليلة قوي. زي ما انتوا شايفين معايا اهي طالعة، حتى وهي بتتقطع طالعة كويسة وجميلة اهي. المكرونة بتاعتنا اهي مفلفلة زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. المكرونة جوسي وطرية خالص. المكرونة بتاعتنا اهي واللحمة فيها جميلة، ولا هي كتيرة ولا هي قليلة. احنا حابين نعمل المكرونة بتاعتنا اقتصادية علشان ظروف الغلا اللي احنا فيه، والناس بتشتكي ان اسعار اللحمة غالية. هي فعلا اللحمة غالية جدا. فاحنا النهاردة هنعمل صينية مكرونة اقتصادية خالص، هتقدري تعمليها بربع كيلو لحمة مفرومة بتكفي عدد كبير من افراد اسرتك. ادخلوا معايا كده على الطريقة يا حبايب قلبي. هنجيب كيسين من المكرونة، او زي ما تحبي نص كيلو، بس انا هنا عاملة كيسين من المكرونة. الكيس 400 جرام. ومعايا هنا حبايب قلب اللحمة هنعصجها. جبت ربع كيلو من اللحمة. ضربت في الكبة معايا زي ما انتوا شايفين كده، ضربة بصلتين كبار وعليهم طماطماية كبيرة. ضربتهم كويس ونزلت عليهم في معلقتين من السمنة وشوحت اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. كلكم ما شاء الله عليكم عارفين ان تعصيج اللحمة. وفي ناس بتعمل اللحمة بتسيب اللحمة تاخد تشويحة وتنزل عليها بالبصلة. الطريقتين كويسين تقدري تعملي بيهم، وتقدري تطلعي احلى لحمة معصجة معانا. وهنا يا حبايب قلبي هننزل ب5 معالق من السمنة، وعليها ربع كيلو من الدقيق، وعليها كيسين مرقة فورية او مكعبين زي ما تحبي. عندك الفورية حطي كيسين، عندك المكعبات حطي مكعبين. اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا. هنزل بالمكعبات المرقة او الاكياس الفورية زي ما انتوا شايفين كده في قلب السمنة بتاعتنا. وهننزل عليها يا حبايب قلبي بربع كيلو من الدقيق. هتنزلي يا حبيبتي بربع كيلو دقيق او 5 معالق كبار زي ما تحبي تعيريهم انتي، بس هي عامة بتاخد ربع كيلو من الدقيق. اهو زي ما انتي شايفة هنحمر مع بعض الدقيق بتاعنا، هنديله تشويحة كده تحميصة بسيطة خالص. اهو يا حبايب قلبي ننزل مع بعض كده بالدقيق بتاعنا ونقلبه كويس جدا ونحمصه مع بعض كده. حابة تزودي في الدقيق زودي مفيش مشكلة. الدهون بتاعتنا ما شاء الله يعني هي 5 معالق حلوين قوي على ربع كيلو. بس انتي مش حباها فيها دهون كتير زودي عن كده الدقيق، يا اما قللي في السمنة زي ما تحبي. بس انتي اول ما بتبقى معاكي الدقيق مع السمنة بالشكل دوت بتبقى مظبوطة جدا، بتبقى معاكي هايلة هايلة هايلة. لازم يبقى معاكي كده، لا منها نشفت معاكي قوي ولا منها سايلة كده في السمنة تبقى كلها دهون، لا هي كده مظبوطة. المعيار اللي بقولك عليه دوت مظبوط جدا 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 بالنسبة لصينية المكرونة البشاميل اللي انا بقولكوا عليها دلوقتي بكيسين مكرونة وربع لحمة مفرومة. صينية المكرونة دي اقتصادية والله يا جماعة. المفروض اصلا بتاخد معاكي نص كيلو لحمة، ناس بتحط لها كيلو لحمة، لكن احنا النهاردة عاملينها اقتصادية وموفرة معاكي، وتقدري تعملي لافراد اسرتك وتاكليهم وتشبعيهم بصينية مكرونة كبيرة، ومش مكلفة معاكي بربع كيلو لحمة مفرومة. هياخد معانا ربع كيلو اللحمة، وهياخد معانا ربع كيلو من الدقيق، وهياخد معانا لتر من اللبن. اهم حاجة في المكرونة في صينية المكرونة دي حبايب قلبي يكون رتل لبن. ما عندكيش رتل لبن بتحطي نص كيلو من اللبن
ومعاكي كوبايه كبيره من الشوربه. اهو يا حبايب قلبي نزلنا برتل كامل من اللبن بتاعنا اهو، هندوبه كويس قوي في قلب الدقيق بتاعنا اهو. نعمل الخليط بتاعنا يا جماعه كده وندمجه كويس مع بعضه. ندمج الدقيق بتاعنا نضربه كويس مع اللبن بتاعنا لحد ما يدينا القوام اللي احنا عايزينه. اهم حاجه القوام بتاعنا بتضربيه ضربه كويسه بالمضرب بتاعنا علشان خاطر ندمج القوام بتاعنا. بتدمجي كل القوام بتاعك مع بعض. هو كل ما بيغلي معاكي على النار بيتقل معاكي زي ما انت شايفة كده. بس انا طبعا عشان عايزة اخفف الصوص بتاعي فانا عايزة القوام بتاعي المناسب يكون خفيف. حابة تسيبيه شوية، كل ما بتسيبيها تغلي بتتقل معاكي اكتر، البشاميل بتاعنا بيتقل معاكي. لا حبيبة قلبي انا عايزة قوام سائل كده، قوام مظبوط كريمي خالص زي ما انت شايفة كده. عايزاها خفيفة شوية عشان المكرونة بتاعتي تطلع مفلفلة وجميلة والصوص بتاعي يطلع كريمي خالص كده زي ما انت شايفة. اهو يا حبايب قلبي بنزل عليها في الصينية بتاعتنا كده، بحط كام كبشة كده لحد ما املى الصينية بتاعتي كده اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. وبنزل بمكرونتي المفلفلة كده اهو عليها كده على طول. حابة تحطيها في قلب الحلة مع بعضها مفيش مشكلة، بس الطريقة دي احلى كتير وبتطلع معاكي مفلفلة وبتطلع معاكي جميلة جدا. اهو بصي زي ما انت خليكي معايا في تركاتنا للمكرونه. اهو يا حبايب قلبي الفرد بتاع المكرونه واللحمه والطريقه بترصيها بالرص اللي انا برصهولك هتطلع معاكي جميله جدا ومفلفله خالص اهو يا حبيبه قلبي. ولا اللحمه هتطلع من المكرونه ولا المكرونه هتسيب اللحمه، الاتنين هيبقوا ماسكين في بعض زي ما انت شايفه كده. بتنزلي بحبه بالصوص كده على اللحمه. اهم حاجة تحطي حبة من الصوص كده على اللحمة علشان خاطر تدمجي المكرونة واللحمة وصوص البشاميل مع بعض وما يفكوش من بعض معاكي خالص. وما تلاقيش اللحمة طالعة بره المكرونة ولا المكرونة طالعة بره اللحمة. اهو يا حبايب قلبي بتبقى معاكي كده اللهم بارك جميلة جدا وهتعجبكم خالص. جربوها واكتبولي في التعليقات. اهو بنزل كده بالبشاميل تاني عليها. وزعي البشاميل بتاعك براحتك كده واحدة واحدة، بتقعدي توزعي فيه كده على مهلك. وبتملي الصينية كده بتوزعي بكبشتين كده من البشاميل كده بتقعدي توزعي فيهم على الصينية بتاعتنا اهو يا حبايب قلبي. وهنعمل مع بعض برضو الصوص بتاعنا اللي بيبقى على وش المكرونة. صوصنا عبارة عن الصوص بتاعنا عبارة عن كوباية من البشاميل اللي بنشيلها من البشاميل بتاعنا، عليه نص كوباية من اللبن، عليها بيضة ورشة فلفل اسود ورشة ملح. بنضرب كويس جدا وبننزل على وش المكرونة بتاعتنا اهو. شايفة ده الخليط اللي انا قلتهولك دلوقتي. بنجيب كوباية من البشاميل، خليكي ركزي معايا ما تسرحيش. كوباية من البشاميل الصوص الخفيف بتاعنا وننزل عليه بنص كوباية من اللبن على بيضة معانا وننزل على الوش كده زي ما انتوا شايفين. بتطلع معاكي زي ما انت شايفة الوش بتاعنا جميل ومش زفرة خالص وجميلة. اللي هتقولي البيض ومش البيض، لا هي بالبيض برضو جميلة ومش زفرة. جربوها يا حبايب قلبي هتعجبكم جدا. هي طالعه معايا زي ما انتوا شايفين كده كريمي والمكرونه بتاعتي مفلفله وجميله. وما تنسوش يا حبايب قلبي في كل صلواتكم ندعي لاخواتنا وحبايبنا واهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وينجيهم يا رب العالمين. ربنا ينجيهم يا رب يا جماعة. ما ننساش الدعاء ليهم في كل صلاة وفي كل وقت، وطول ما احنا قاعدين ندعي لهم ربنا ينصرهم وينجيهم. عليكم يا جماعة بالدعاء، عليكم الدعاء، اهم حاجة الدعاء. تدعي لهم يا جماعة، الدعاء بيغير الأقدار 120 درجة. والله العظيم الدعاء بيفرج وبيغير كل حاجة، بيغير مسيرة بحالها. ادعوا لهم يا جماعة، اهم حاجة الدعاء. ربنا ينصرهم وينجيهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم يا رب العالمين. كلنا متأثرين بيهم واللي بيحصل عندهم هناك. اهم حاجة عشان انتي تقدري توصلي لهم اي حاجة، هتوصلي لهم الدعاء. اللي هيوصل لهم مننا والله يا جماعة لا اكل ولا شرب ولا اي حاجة، اللي هيوصل لهم مننا الدعاء هو اللي هيغير كل المسيرة بتاعتهم دي. دعائنا ليهم من قلوبنا هو اللي هيغير كل اللي بيحصل لكن حتة ان اصل ده بيدخله، عايزين ندخلهم مش عارفة ايه، لا عايزين ندخلهم مش عارفة ايه. هو ربنا اللي هيفرج، وهو اللي ربنا اللي هيطعمهم، وهو ربنا اللي هيسقيهم.
كل حاجة من عند ربنا بالدعاء بتتغير. اهم حاجة ادعوا لهم، ادعوا لهم يا جماعة، طول ما انتوا قاعدين في صلواتكم ادعوا لهم، ربنا ينجيهم، ربنا ينجيهم، ربنا ينجيهم يا رب العالمين. وبكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا مع بعض المكرونة بتاعتنا. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، والقناة تكبر بيكم ليكم بإذن الله. حبايب قلبي ما تنسوش تدخلوا على القناة وتشوفوا المعجنات بتاعتنا، عاملين سلسلة من المعجنات على القناة للمدارس. ادخلي يا حبيبة قلبي وشوفيها، هتلاقي الوصفات كلها هتعجبك وهتعمليها، وسهلة وبسيطة، وتقدري تعمليها الصبح للولاد قبل ما يروحوا المدرسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.